الموضوع بقى خناقه بقى بكل اسلحتك. خش عليا بقى بكل حاجه، بجمهوري، بلجان الجيوش الالكترونيه واللجان الالكترونيه، بكل حاجه بقى، باشاعات، باخبار، هاذيك في شغلك، ههددك، اي حاجه اعملها ان انا امشي في طريقي، مش مشكله. الكلام اللي انا بعمله ده واللي انا بقوله ده صح غلط عيب مش عيب، لا انا مكمل هدوس على اي حد. وطبعا هنا الكلام اللي انا بقوله ده على فكره ما بقصدش نادي معين. لغوش عايز يلغوش على قصه حسين الشحات ومش عارف ايه وبتاع، فخد بقى بص اهو ده راجل ايه، جاسوس. بيراميدز معاهم جاسوس. الخبر اللي طلع ده بيقول لك ان ايه، بيراميدز معاهم جاسوس. وانت لما يقول لك ان الوشم بتاعه عبري وحلم النيل الفرات وبتاع مش عارف ايه وبتاع، ده بعت لك جاسوس في بيراميدز. حد بقى من الصفحات دي هيطلع يعتذر يقول لا يا جماعه والله احنا اسفين؟ خلي بالكم بكلمكم في صفحات كبيره، مش اكونتس عاديه وبتاع، لا في صفحات كبيره نقلت الموضوع ده. هل في حد هيطلع النهارده بعد ما بيراميدز اكد ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، وان دي تواريخ ميلاد الراجل وعياله وبتاع والاب الروحي وبتاع، وان هي اصلا لغه روماني قديمه، حد هيطلع يقول ان اسفين ان احنا ضللناكم؟ يا عم انتوا عمركم قلتوا للاهلي اسفين؟ ولو اديك وضحت الحقيقه ايه، عايز ايه تاني بقى؟ ارحمونا بقى، انت واكل جبنه وجاي تتعبنا. المصري بقى قندوسي هيمشي. لا ممكن اول اي احتراف هيجي قندوسي هيمشي على فكره. لعيب جامد جدا، بس هي مشكلته ايه برضه؟ ما بيلعبش. اديله 5-6 ماتشات واتفرج عليه يعني. بس هي انا باكد على الكلام ان اللعيب اللي ما بيلعبش بيبعد. تفرق واللي بعيد ده لو لعب قندوسي ممكن يروح فين؟ زد هيبقى الرافض. الجديد هيبقى الجول الجديد. بس هي بس مش هينفع. عارف ليه؟ لان دلوقتي اللائحه الجديده لازم 3 بالكتير من النادي اعراض. فزد خد شادي حسين وخد مصطفى سعد ميسي. بس لو خدوا ما ياخدهم بيع خد علي لطفي علي لطفي بيع عادي. انت عارف مصطفى سعد ميسي خلاص. الاثنين بتوع سيراميكا بتوع السنه اللي فاتت، ما هي راحوا اي حاجه ليها حل يا استاذ شباب، ما تقلقش. وادي القندوسي محتاج يروح نادي زد يعمل كليبين مع يسرا وكليب مع تامر حسني، هيرجع. اوعى تبوسني، اوعى تدوسني